أوقات بتمر علينا كتابات بتتجاوز التحليل السياسي العادي وبتقدم رؤية للمستقبل جريئة وممكن تكون مثيرة للجدل. اليوم رح نتعمق في تحليل من هذا النوع بالضبط، وهو نص تخيلي بشوف المستقبل كتبه مؤلف جزائري عشان يعطينا صورة عن شكل الصراع العالمي في عام 2026. المؤلف هو خضير السالم، وهو كاتب واضح من أعماله إن عنده اهتمام كبير بالقضايا الجيوسياسية المعقدة. وزي ما بنشوف من عناوين كتبه، هو ما بيتردد أبداً يخوض في أكثر المواضيع حساسية في المنطقة، وهذا بيعطينا فكرة عن طبيعة النص اللي رح نستعرضه اليوم. طيب، عشان نفهم وجهة نظر الكاتب كاملة رح نمشي على 5 محاور أساسية. رح نبدأ بالكاتب نفسه والإطار الغريب اللي كتب فيه، بعدين رح نغوص في سيناريو الحرب اللي بيطرحه ونحلل شبكة الحلفاء والخصوم ونشوف الجذور التاريخية اللي بيعتمد عليها، وبالآخر نوصل لخلاصته عن مستقبل البشرية. تمام، خلينا ندخل في صلب الموضوع. أغرب شيء في هذا النص هو بطريقة عرضه. الكاتب ما بيتنبأ بالمستقبل، لا، هو بيكتب منه مباشرة وكأنه مؤرخ بيسجل أحداث صارت وخلصت. بالضبط، التاريخ المكتوب هو 2 مارس 2026. هذا الأسلوب طبعاً هدفه يعطي إحساس بالواقعية، وكأن الأحداث اللي بيوصفها حتمية ومصيرها تحصل، وهذا بيجبرنا نتعامل معها كأنها حقائق مش مجرد تخيلات. وعشان نفهم خلفية الكاتب الفكرية أكثر، منلاقي إنه أعماله السابقة بتتناول مواضيع فلسفية وإنسانية، وهذا بيوضح إنه تحليله السياسي مش مجرد سرد أحداث، لا، هو مبني على رؤية أوسع للعالم وللإنسان. وهلأ منوصل لقلب النص. التحليل كله مبني على حدث واحد، حدث درامي ومفصلي بيقدمه الكاتب على إنه الشرارة اللي ولعت صراع عالمي كبير. الحدث المحوري هو اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، لكن الطريقة اللي بيفسر فيها الكاتب هذا الحدث هي اللي بتخلي تحليله مختلف تماماً عن أي تحليل عادي. وهون الاختلاف الجوهري. فبينما أمريكا في هذا السيناريو بتعلن أنه الاغتيال كان انتصار استخباراتي كبير، بيقدم الكاتب خضير سالم تفسير معاكس تماماً، أنه المرشد الأعلى هو اللي خطط لاستشهاده كخطوة استراتيجية مدروسة. وهذا الاقتباس بيلخص فكرة الكاتب كلها. من وجهة نظره هاي ما كانت هزيمة، بالعكس كانت تضحية مقصودة وبتشبه رمزية الإمام الحسين، هدفها تشعل روح المقاومة وتجر الخصم لحرب ما كان عامل حساب لنتائجها المعنوية. يعني باختصار انتصار رمزي للدم على السيف. طيب، خلينا ننتقل ونشوف كيف هذا الحدث بيبني شبكة تحالفات وصراعات على مستوى العالم. فالاغتيال حسب النص مش حدث منعزل، هو نقطة تحول بتعيد رسم الخريطة السياسية للعالم. في رؤية الكاتب، إيران ما بتوقف لحالها، هو بيحدد شبكة دعم قوية بتشمل روسيا والصين، بالإضافة للي بيسميه فصائل المقاومة، اللي ما بيربطها بإيران مصلحة وبس، لكن كمان رابط عقائدي. وعلى الطرف الثاني، الكاتب بيحدد خصم واضح وموحد، ما بيحكي عن دول معينة، بيحكي عن كيان أيديولوجي واحد بيوصفه بالاستبداد الغربي المتوحش، واللي بيسعى حسب كلامه يفرض هيمنته على العالم كله. وضمن هي الشبكة المعقدة من العلاقات، الكاتب بيخصص دور محدد ومثير للاهتمام لباكستان، وهذا الدور بيستحق نوقف عنده شوي. الكاتب بيطرح كم نقطة عن باكستان. أول شيء بيشير لوجود اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية، وهذا بيحطها في معسكر الخصوم. ثانياً بيذكر بتاريخها في التعاون مع الغرب في أفغانستان. وأخيراً بيوصف دورها في الأزمة بأنه تهديد ناعم لإيران، يعني ضغوط غير مباشرة. عشان نفهم ليش رؤية الكاتب حادة لهالدرجة تجاه الغرب، لازم نرجع للخلفية التاريخية اللي هو بيستند عليها. هو ما بيشوف الصراع الحالي كأنه شيء جديد، لا، بيشوفه كآخر حلقة في سلسلة طويلة من الظلم التاريخي. الكاتب بيستشهد بأرقام صادمة جداً ليوضح وجهة نظره. بيدعي إنه 112 مليون من سكان أمريكا الأصليين أو الهنود الحمر ماتوا بسبب الاستعمار، وبيضيف كمان إنه 200 مليون أفريقي ماتوا نتيجة العبودية والاستعمار. وكمان بيحمل القوى الغربية مسؤولية مقتل 64 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية. طبعاً بغض النظر عن دقة هاي الأرقام، هو بيستخدمها في النص ليبني حجة بتقول إنه الغرب عنده تاريخ إجرامي طويل. وهذا الاقتباس بيلخص بقوة حدة الإدانة. يعني لما يقارن الاستعمار بأسماء مثل جنكيز خان وهولاكو، الكاتب ما بيترك أي مجال للشك في موقفه. هو بيشوف إنه جرائم العصر الحديث بوحشيتها فاقت كل شيء قبلها.
وفي الجزء الأخير من تحليله الكاتب بياخدنا لمكان أبعد من السياسة الدولية ليعرض رؤيته الفلسفية عن شو اللي على المحك فعلاً. الصراع بنظره مش مجرد صراع على أرض أو موارد. هو بيستخدم مصطلح نهاية الإنسان عشان يوصف اللي بيعتقد إنه الهدف النهائي للغرب. في رؤيته الغرب يسعى لعالم بدون دول وبدون هويات، عالم بتديره نخب مالية عالمية ما بتآمن بأي قيمة إلا السلطة، وبيوصفهم مجازياً بمصاصي الدماء. والشيء المثير للاهتمام هون هو كيف بيوسع القضية. الكاتب بيشوف إنه إيران ما بتدافع عن حالها وبس، لا، هي بتدافع عن كل البشرية المهددة بهذا المشروع. لهيك بيحط في قائمة اللي بتدافع عنهم أتباع ديانات مختلفة، وحتى الجماعات المناضدة للصهيونية من اليهود والمسيحيين. إذن النقطة الحاسمة هي إنه الكاتب بيرفع الصراع من مستوى إقليمي لمستوى وجودي عالمي. الموضوع ما عاد إيران ضد أمريكا، لا، هو بنظره معركة عشان نحافظ على مفهوم الإنسان نفسه ضد قوة بتسعى تمحي. في النهاية، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع تحليل خضير سالم، نصه بيطرح سؤال أعمق: إلى أي مدى الروايات والتصورات عن المستقبل حتى لو كانت خيالية ممكن تأثر على قراراتنا وتشكل صراعاتنا في الواقع؟ سؤال بيستحق نفكر فيه.